لذا أعظم الحرمان أني أنا وأنت نقرأ القرآن وربما حفظنا جزءا كبيرا من آياته، ولكن معانيه لم نتذوقها حتى هذه اللحظة. ولذا كان من العقوبات أن الله عز وجل ربما لا يحرمك أن تحفظ جزءا من القرآن أو فهم أو أن تسمع القرآن، لكنه يحرمك من فقه هذه المعاني، كما قال ربنا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه. أي لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله. ثم قال الله: فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. هنا ذنبان. الذنب الأول الإعراض عن الموعظة، تسمع موعظة ثم تعرض عنها، هذه معصية. المعصية الأخرى أن تنسى أنك عصيت الله. نومك عن صلاة الفجر معصية، لكن ألا تشعر بهذا الإحساس وبهذا الذنب هذه معصية أخرى. ما عقوبة هذا الذنب؟ قال الله: إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أي جعلنا على قلوبهم غطاء وغشاء. عن ماذا يا رب؟ أكنة أن يحفظوه، أن يعلموه، أن يتلوه، أن يدرسوه، أن يسمعوه. لا والله، كلنا نسمع القرآن ونقرأه وربما لجأنا إليه، لكن متى في حال المرض أو غير ذلك؟ قال الله: أكنة أن يفقهوه. هذا هو الحرمان الحقيقي، أني يصل عمري إلى هذه المدة 30 40 50 60 ربما أكثر أو أقل، وتبقى هذه المعاني الحقيقية لم يتذوقها قلب.